السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. رجعت لكم أنا في السوق السادس، سوق الحي السادس، السوق المركزي لمدينة 6 أكتوبر. بحاول أجيب لكم أهو كل ما هو مفيد. ده المشروع القومي أهو، يا رب تكون اليافطة باينة. المشروع القومي يعني لبيع اللحوم تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية أهو باين. المشروع القومي ده فين يا جماعة بقى؟ يعتبر امتداد شارع الإسعاف، يعتبر امتداد شارع الإسعاف لو أنت جاي من ناحية الواحات، ولو أنت جاي من ناحية فودافون هيبقى جنب مدرسة مبارك أهو. المبنى ده كده مدرسة مبارك، وأنا كده داخلة السوق. خليكم معايا. رجعت لكم يا جماعة تاني. رجعت لكم يا جماعة تاني. ادي البصل اهو، عشان أنا كنت حسبت البصل سعر جملة في السوق الجملة اللي هو في طريق الواحات. كان الكيلو جوه الشوال ب8.5. كان البصل كبير. بصوا بقى يا جماعة البصل ده قد ايه، البصلاية قد ايه شايفين. فهم يعني ما كانوش بيتكلموا من فراغ. وده كده ب10 جنيه، ده كده ب10 جنيه. ده هي بتبين في الكاميرا كبيرة ولكن هي صغيرة جدا، ب10 جنيه. خليكم معايا. رجعت لكم يا جماعة تاني اهو. الفراولة هنا اهي ب17، كانت في سوق الجملة ب13. الجوافة ب17 كانت هناك تقريبا ب13. السلام عليكم. وده يا جماعة اهو اليوسفي ب20 باينة، ب20. هناك كان ب9 جنيه، وناس علقت وقالت لي ده 9 جنيه زيه زي تحت اهو. ده السوق بقى اللي هو المركزي العادي، السوق اللي انت تنزل تشتري منه. ده ب20 يا جماعة. ده اليوسفي او السفندي. خليكم معايا. رجعت لكم تاني. الكنتالوب اهو، في واحدة كانت بتسأل عليه في السوق الكبير، قال لها ب9. هنا بصوا يا جماعة باين ب15. التفاح عشان مدام هالة من متابعيني قالت لي الاسعار زي تحت. التفاح اهو ب40 اهو. لما انا سألت عليه في السوق اول امبارح كان ب30. الناس ما بتكدبش يا جماعة. هيبقى فيه وفر 10 جنيه في الكيلو. حتى لو أسرة وراحت جابت من هناك وبتجيب بالكرتون هيبقى فيه وفر اهو. 40 جنيه اهو. خليكم معايا اهو. رجعت لكم تاني يا جماعة اهو. بيبيعوا السلطة، هذه الكابوتشا والكرنب الأحمر والبريكس بالكرنب الصغير، بس في كبير منه يعني، والبروكلي والثوم هناك اهو. ده اللي هو مش عارفه اسمه الثوم ولا اسمه ايه. خليكم معايا اسمه. هو ايه اللي هناك ده يا كابتن؟ اللي زي الثوم ده الكرات، شايفينه عامل زي البصل كده. الكرات ده بيتجابوا ممكن يتحشي. بس هنا هو السبانخ بقى والسلطات والخبيزة. سالم بكام ب30 يا جماعة، عشان انا سألت عليه هناك في السوق الكبير قال لي ب20. طيب يا جماعة الناس ما بتكدبش. ب30. معلش قول تاني كده عشان بس بسجل. بكام ده؟ ب30 اهو يا جماعة، عشان ما بنكدبش عليه. وعندهم الجنزبيل الاخضر اهو. ده في السوق المركزي في الحي السادس في مدينة 6 اكتوبر. الجنزبيل الاخضر اهو. دي تعمل كام دي؟ عندكم بكام؟ عندكم بكام؟ لا ده انا رحت السوق الجملة ولقيت الاسعار يعني. قال لك عامل كام ده هنا؟ لا انا سألت على ده قال لي 20. ده كيلو 250. ده الكيلو بكام؟ 250. كيلو ب250. الجنزبيل الاخضر طبعا مش هتاخدوا كيلو يا جماعة. اسمه ايه؟ معلش اسمه ايه ده عشان بنسى. ده بنجر. البنجر يا جماعة. البنجر بتحطوه مع الفراولة ومع الرمان. مع الفراولة والرمان ده هيرفع لك كيرف المناعة الناس اللي عندها المناعة ضعيفة أو عايزة تقوي مناعتها. خليكم معايا يا جماعة. في سوق البلح أهو، المكسرات والجمل والبندق.
عين الجمل بكام لو سمحت؟ 125 ده القطر ومتقشرة 250. متقشرة ب 250 عين الجمل، وبالقشر 125. يعني اسعار حلوه والله يا جماعه. السوق المركزي في الحي السادس، وهنا اهو البلح. الاسعار بتبتدي من كام؟ البلح عامله كله في ال20 زي ما قلت للاستاذ قبل منك. يعني اي نوع بلح هنا اهو ب 20. في انواع حلوه اهو يا جماعه. الناس اللي بتعمل مائده يا جماعه. خليكم معايا. دي بقى الشركه او العطار اللي انا بجيب من عنده الفول. احسن فول واحسن بقوليات بجيبها من عنده. ده من بره من ناحيه مدرسه مبارك، من ناحيه الكشك بتاع اللحمه المفرومه جنب صيدليه الزهراء. احسن نوع فول بنيته بجيبه من هنا. البقوليات عموما بجيبها اللي هي الفاصوليا البيضاء واللوبيا. احسن بصراحه ربنا، يعني واحد عنده ضمير بيجيب حاجات كويسه يعني. السلام عليكم يا عم الحاج. الفول بكام؟ الفول ب 30. ده نزل مش كده؟ انا قلت لكم احسن واحد. اديني كيلو لو سمحت. الفول اهو سنتفيس سمعت وساع. عايزه كيلو فول. احسن حد يبيع لك الفول والبقوليات اللي هو الارزاق بالله، شركه الارزاق بالله. عندهم حاجات برضه كميات. اللوبيا الفاصوليا بكام؟ فاصوليا. طب عايزه نص كيلو فاصوليا. دي بلدي ولا؟ طب عايزه نص كيلو فاصوليا. عندك شعريه؟ بكام الكيلو؟ طب عايزه كيلو. اللوبيا بكام طيب؟ اللوبيا المستورده ب 45 والبرد ب 50. طب عايزه ربع لوبيا. يعني ما عبيناش اي حاجه غير الفول بس. طيب نص فاصوليا. طيب تمام انا معاك. عايز فاكهه ازاي؟ اللوبيا ربع لوبيا. العدسه وصل عندك كام؟ الرز عند حضرتك وصل كام؟ 27 و28. ايه تاني؟ كيلو شعريه. العدس بكام طيب؟ 40. عايزه ربع. بس عشان الناس عليهم كتير فهو بيزعق لي. هو متعود يعني يزعق. نعم. رجعت معاكم يا جماعه. انا ماشيه في السوق اهو. ده اللي هو الناس اللي هتعمل اللي هو تطلع حاجات لله، افطار يعني صائم لله. دول بيبيعوا اللي هو الاطباق الفوم، اطباق الفوم والمعالق. اطباق الفوم والمعالق وازايز. الناس اللي بتعمل عصير. بكام الفوم؟ الفوم بيتباع ازاي؟ طبق الفوم اللفه ب 42. اللفه ب 42. دي فيها قد ايه؟ 100. 100. طب هو طبق بيتقفل ولا طبق عادي ولا ايه؟ عاوزه بتقفل ولا عاوزه العادي؟ العادي بكام واللي بيتقفل بكام؟ 95 العادي بتقفل. 95 اللي بيتقفل. طيب ماشي يا ريس. هجيب لحمه من قدام واجيب. لا انا عاوز واحد بس. هجيب لحمه من قدام وهجيب من اللي هو عندي قناه، فبقول للناس اللي عايزه تعمل
مائدة، الناس عايزة تعمل مائدة، فبقول لهم ان السوق ده بيبيع حاجات التغليف يعني. ما تقولش اما حاجه، ايه؟ ما تقولش اما حاجه. طيب ماشي يا ريس. يا جماعة في منظفات وفي بتاع ستاير، يعني كأنك هتنزلي شارع الأزهر. الأسعار يا دوب فرق وفي اللي هو بتاع الحدايد والبنات لو عايزين تصلحوا باب تعملوا، واللي هي الأدوات الصحية أهو. وقافل معلش. في هنا ده بتاع العبايات وبتاع اللي هي مفارش السرير وفوط كبير، مركز كبير. السلام عليكم. البط بكام كيلو؟ صوروا طيب. عندي قناة فانا بقول للناس الأسعار إيه عشان ينزلوا يشتروا. بقول للناس إن في سوق كويس هنا وسعره كويس عشان الناس ينزلوا يشتروا. لا معلش يا أستاذ، بص الصور مع صور. ماشي. خاف طبعا، معرفش خاف من إيه. السلام عليكم يا حاج. البط بكام؟ البط بكام يا محمد؟ فين محمد؟ ازاي؟ انا مش بنتك فاكرني؟ انا بنزل بس الحلوه دي عايز اعرف البط بكام يا محمد؟ انا ليا قناه فعايز اقول للناس ان في سوق كويس هنا عشان الناس مش لاقيه البط ولا لاقيه الفراخ ولا لاقيه حاجه. بره؟ والله ما لاقيينها. انا سالت جنبي مني مفيش لا بط ولا فراخ، كله يقول لك الفراخ البيضاء. ما بينزلوش البط. عشان الاسعار غاليه. ما انتوا ما شاء الله عليكم بقى هنا سوق مركزي، فقلت اقول للناس سعر البط كام وانا هاخد بطايه. سعر البط البلدي فيه ب 115 وفي ب 140 وفي ب 95 الابيض. لا البلد المسكوفي المسكوفي عامل 115. البلد عامل 140. طب هات لي واحده مسكوفي، هات لي اللي هي ان شاء الله دي. هنا على القناه يا اهو، انت اهو قناه ايه بقى؟ قناه العوض لكل ما هو مفيد. قناه العوض؟ ده يا جماعه محمد انا بتعامل معاه على طول وبيديني رجول للكلاب عشان باكل الكلاب عندي. راجل محترم يعني، حاجته على طول فريش. طب سعر الفراخ النهارده كام؟ كام؟ 343. كام؟ 343؟ ده قد ايه؟ مش هي ب 115؟ ده ايه؟ البلدي انا قلت لك عايز المسكوفي. هو المسكوفي انهو بقى؟ مش المسكوفي اللي هو عايزه المسكوفي مش البلدي. المسكوفي يا جماعه كيلو ب 115. المسكوفي يا جماعه كيلو ب 115 مع محمد اهو، والبلدي ب 140. السوق السادس المركزي. يا جماعة بقيت عند محمد رجول عشان أنا بأكل الكلاب اللي عندي في المنطقة، وقال لي الكيلو ب10 وأنا أخدت منه الكيلو ب8، فضلت أفاصل معاه لحد ال8. السوق السادس المركزي بالحي السادس. خليكم معايا، الناس اللي بتأكل الحيوانات يا جماعة في الشارع اللي بتدور على الرجول هتلاقي عندهم كميات. يا مدام تغريد عنده رجول، يا مدام تغريد تعالي خد. حاجات كتير. الناس اللي عايزه تعيد اهو بيبيع احذيه للاولاد، اطفال والاولاد، وعندهم كمان ان هو الادوات المنزليه اهو. كذا محل يعني، كذا محل بيبيع الادوات المنزليه اشكال والوان. الناس اللي هي بتعمل مائده وبتحب الشفاشق اهو، ولكن الشفاشق والبرطمانات، البطرمانات ولا البرطمانات مش عارف، ابقى راجعها لغويا وجدها الشفاشق اهي. وكثير من الناس خليكم معايا. ويا جماعه برضو الناس، انا مهتميه بالناس اللي هتعمل كده برضو، وانتوا عادي يعني الناس الاسر العاديه اهو. البلح اهو برضو الكيلو ب20، اي نوع بلح الكيلو ب20 يا جماعه. اسعار كويسه جدا يعني في السوق المركزي اللي هو السادس، الحي السادس مدينة 6 أكتوبر. ده يا جماعة بيبيع اللي هو بزارة الفطر
هي اللحمة الجملي، الناس اللي بتعمل كفتة الرز الجملي ده بيبيع اللحمة الجملي برضه في سوق السيد جزارة القطط. جزارة القطط. السلام عليكم يا كابتن. اللحمة الجملي بكام؟ اللحمة الجملي اه بقى ايه ده؟ انت كنت مدياني ب 220 بقت 230؟ طب عايزه كيلو. انا زبونتهم بس هو ايه مستغرب ان انا بصور يعني. ده يا جماعه يعتبر الوحيد اللي بيبيع لحمه جملي محترمه يعني تاكليها وانت مغمضه يعني. الناس اللي بتحب تاكل اللحمه الجملي. كيلو يا محمد معلش قول تاني عشان الصوت اتكتم. الكيلو بكام؟ الجملي ب 230. 230 يا جماعه عشان الصوت انا عندي مشكله في الصوت. احسن ناس تاكلوا من عندهم لحمه جملي وتعملوا عندهم كفته رز حاجه يعني بتبقى خرافه يعني. تعال انا ولا لحد تاني؟ طيب ماشي لسه انا ما جيتش يعني.